بس منين؟ ده هم اصلا مش قادرين يصرفوا على نفسهم اكل وشرب. فقرروا ان هم يبعتوا عيالهم لعمهم في القاهره عشان يتعلموا هناك، وده كان سنة 63. وفي شهر أكتوبر سنة 66 اتقبض على إبراهيم في قضية رشوة واتسجن 3 شهور، جنحة يعني. وبعد ما خرج إبراهيم من السجن الدنيا كانت بايظة معاه على الآخر، لأنه طبعا اترفد من شغله ومعهوش فلوس ولا قادر يصرف على نفسه ولا على انشراح. وكملت خالص بقى يا سيدي لما قامت النكسة سنة 67 واتحبسوا هم في العريش وولادهم في القاهرة. انشراح وإبراهيم طبعا كانوا عايزين يشوفوا ولادهم، وإبراهيم فضل رايح جاي على مكتب الحاكم العسكري للي ما يتسموش، وكل مرة كانوا بيرفضوا التصريح بتاعه ويقولوا له يلا روح من هنا مفيش تصاريح. لغاية ما في يوم إبراهيم خرج عن شعوره وفضل يزعق ويعلي في صوته ويقول لهم حرام عليكم، مش كفاية أنا قاعد من غير شغل ومفيش أكل ومفيش فلوس، ارحموني وخلوني اروح اشوف عيالي. وطبعا اللي ما يتسموش ما صدقوا، اهو صيده حلوه يستفيدوا بيها على قد ما يقدروا. فالظابط ابو نعيم اصطاده وقال له تعالى يا ابراهيم يا حبيبي، اذا كان على الاكل والشرب تعالى خد السكر والشاي والدقيق دول، واذا كان على التصريح من عينيا دول اطلعهولك وعدي علينا الاسبوع اللي جاي. ابراهيم بقى قعد شويه حلوين يحمل في التموين من مكتب اخواننا البعضة. لا بقى دول ناس زي الفل وطيبين قوي، وفعلا طلعوا له التصريح ان هو يسافر هو وانشراح يشوفوا ولادهم في القاهره. بس ابو نعيم ما سابهاش تعدي كده، ده طلب منه طلب صغير كده وقال له ايه،